من حلاوة الخلطة دي هتعتمديها على طول علشان تعملي بيها البانيه. بجد طعم جديد ومميز، ومش هترجعي تاني للطريقة التقليدية. انا على طول بعمل بيها بجد البانيه، وبتبقى مطلوبة مني باستمرار. عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة من البصل البودر، مع معلقة كبيرة من البهارات والبابريكا والكركم، ومعلقة صغيرة من الحبهان البودر، مع ملح وفلفل اسود. وبقلب كل ده مع كوباية الا ربع تقريبا من اللبن. انا هنا بعمل معجون بالبهارات. اللي عايز يخليه تقيل ماشي، واللي عايز يخليه خفيف شوية ماشي، على حسب كل واحد بيحب نكهة البهارات قد ايه في البانيه. اللي عايزها زيادة طبعا هيخلي معجون البهارات اللي هو بيعمله ده تقيل، واللي عايزها معتدلة هيخلي المعجون ده متوسط. هيفضل يحط كده كوباية الا ربع لبن لحد ما يبقى معاكي القوام سائل زي ما انت شايفة، وتبتدي تتبلي بيه البانيه وتسيبيه شوية، وتعملي الطريقة التقليدية عادي جدا. بعد كده البقسماط كده اللي بيحبه سبايسي هيحط عليه الخلطة السبايسي دي، بتديله طعم حلو جدا. وتبتدي تقلبي البانيه في البقسماط عادي جدا. بس اهم حاجة عندي ان انا اضغط كويس على البانيه في البقسماط كده زي ما انت شايفة. الضغطة دي بتخلي معاكي طبقة متماسكة ما بتفكش ابدا في الزيت. البهارات اللي احنا حاطينها دي بعد ما البانيه بيتقلي وبيستوي بتبقى طعمها حلو جدا، وما بتبقاش زيادة عن اللزوم ولا حاجة، وبيبقى طعم في منتهى الجمال. بجد جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. بجيب بعد كده طاسة على النار، بحط فيها نسبة زيت متوسطة. انا مش عايزة زيت غزير، هو نسبة زيت متوسطة بالظبط. الزيت مجرد ما هيسخن معايا هنزل بالبانيه كده، وعلى نار عالية اسيبه يستوي معايا. وبعد كده بصوا لونه ذهبي جدا، وريحة البهارات واحنا بنسوي البانيه جميلة جدا بجد في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة. مع السلامة.